بدي أسألك سؤال. إيه إلك أنتِ السؤال؟ كم مرة اعتذرتي وأنتِ مو غلطانة؟ سؤال مفاجئ وصعب صح؟ طيب بدي أسألك سؤال تاني، كم مرة حسيتي بالذنب بس لأنك عاتبتي حدا على شي هو زعلك فيه؟ أنا بعرف الجواب لأنه مثلي مثلك ياما واجهت هذا الشي. طيب تعالي نشوف جماعة علم النفس شو بيقولوا. علم النفس بيقول إنه الإحساس بالذنب عند النساء أعلى، مو لأنهم أضعف، بل لأنهم تدربوا اجتماعياً إنهم يكونوا مسؤولين عن راحة غيرهم. يعني من انتي وصغيرة مقتنعة جواتك انه وظيفتك بهالحياة ديري بالك على اللي حواليكي، ووحدة من هي المهام انه ما تخليهم زعلانين. فكيف اذا كنتي مقتنعة انه انتي سبب بهالزعل؟ ومع الوقت الدماغ بيربط القبول يساوي رضا الآخرين، وهون بيشتغل مركز التقييم الذاتي بالدماغ، وبتصير المرأة تحاسب نفسها حتى على مشاعر غيرها، وبتصيري إذا شفتيهم مهمومين تعبانين لازم تحسي بالذنب. كمان لسه وين رح يروح فيكي الأمر؟ مع الوقت بتتطوري أكثر، بتصيري حتى إذا ما فيهم شي تتخيلي بلكي أنا مقصرة، معقول أنا أم فاشلة، معقول زوجة متعبة، معقول ابنة سيئة، وبتجلدي حالك كل الوقت، وهالشي بيخليكي تعبانة وغير سعيدة. وقفي وخدي نفس. وقفي جلبي نفسك كتير، رحتي لبعيد، تعبتي وتعبتينا معك، وهلا رح قلك باختصار. حطي ببالك سعادة الآخرين مو مسؤوليتك، أخطاء الآخرين هن اللي لازم يحلوها، محبتك لا بتقل ولا بتنقص إذا تركتي يلي قدامك يحل مشاكله بنفسه، حتى لو كان هذا الشخص هو ابنك. كل ما خطر لك أفكار بتقلل من جهودك، جربي اسألي يلي حواليكي شو بتحس رح ينقص إذا أنا رحت. رح تكتشفي إنه مكانتك أغلى وأهم بكثير من يلي بيصور لك إياها عقلك.